شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث تقدم لكم ماكينة موديل 811، ماكينة عصر الحبوب واستخراج الزيوت. ماكينة سهلة وبسيطة الاستخدام. النهاردة هنعمل لكم تجربة عملية على حبة جرجير. هنطلع زيت جرجير. ماكينة سهلة وبسيطة. هنعمل لكم تجربة عملية زي ما قلنا، بس هنعرفكم على بعض الحبوب اللي بتشتغل عليها المكنة، وبتشتغل على أنواع تانية كتير. عندنا حبة السمسم، حبة الخردل، حبة الكتان، حبة البركة، حبة الرشاد والفجل. وعندنا النهاردة هنعمل تجربة عملية على حبة الجرجير. عندنا قرنفل، عندنا بقدونس وحبوب تانية كتير. ماكينة سهلة وبسيطة. هنعرفكم على بعض الأجزاء الأول في الماكينة، وبعدين هنبدأ التجربة العملية. ده الأدوس اللي بحط فيه المنتج بتاعي زي ما انتوا شايفين اهو. بعد ما احط المنتج من هنا، مجرد ان اشغل المكنه هيطلع لي الزيت من هنا، هيطلع الزيت من هنا، والخرج بتاع التفل بيطلع ناشف. الخرج اللي هو قشر المنتج بيطلع ناشف خالص، ما فيهوش اي زيوت. هنبدا معاكم التجربه العمليه عن طريق اول ما نضغط الزرار ده تبدا معايا التجربه العمليه. مجرد انك تضغط على طول الزرار يطلع الزيت من هنا، والقشر بتاع زي ما قلنا بيطلع هنا. ماكينة سهلة بسيطة. القشر بيطلع ناشف، القشر اللي هو قلنا تفل المنتج او الباقي من حبة الجرجير. ماكينة مصنوعة من ستانلس ستيل عالي الجودة، سهلة استعمال، سهلة الصيانة، سهلة التشغيل، سهلة التنظيف للقطع الصغيرة. الماكينة صغيرة الحجم، تستخدم للأعمال التجارية، تحطها في محل، تحطها في مطعم. أما بقى لو تستخدم الأعمال المنزلية برضو ممكن نحطها في مطبخ. مجرد المنتج زي ما انتم شايفين كده يقل كده، بزود المنتج بتاعي، اقدر املى الادوس كله. ماكينه سهله، استعمال بسيطه. بمجرد ان ادوس الزرار ده برضه المكنه هتطفي. ماكينه موديل 811 لاستخراج الزيوت وعصر الحبوب، مقدمة لكم من شركة المهندس منسي للصناعات الهندسية والتغليف الحديث. شرح المهندس إبراهيم عيد، تحت إشراف المهندس أحمد حسن من فرع مدينة نصر.